السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها احنا جينا نكملو حكايتنا. خلينا يا سيادنا في الغولة ولادها. ملي تبعو نونجا بقاو غاديين ومتبعين الآثار ديال العود حتى قربوا يوصلوا عليهم. خو نونجا خاف، قال ليها راهم قربوا يوصلوا علينا وعودانهم كيجريو على عودنا. قالت لي اختو ما تخافش، راني ضربت الحسبة. وهي جبت الصندوق، غير شافت الغولة بانت هي ولادها وهي جبت واحد الصغيرة ورماتها، وديك الأرض كاملة اللي بينها وبين الغولة ولات شوك. الغولة عزمات وبرقمات على عودانها وهما يطيروا وتخطاو كاع داك الشوك، وكملات طريقها هي ولادها تابعين نونجا. بقات عاود غادا موراهم حتى قربت توصل ليهم. نونجا حسات عاود بالخطر وهي تجبد الصغيرة الثانية وهي تلوحها. ديك الأرض ولات كلها عافية. الغولة ولادها بداو يصوتوا على ديك العافية بفمهم وكيطفيوها. بقاو معاها حتى طفاوها كاملة وتبعو عاود نونجا. بقاو عاود موراها حتى قربوا يوصلوا ليها. نونجا بدات تحس بالخوف ملي شافت الغولة ولادها تخطاو هاد جوج صغيرات. واخا هكاك نونجا ما يأساتش وجبدات الصغيرة الثالثة. غير هي حسات باللي الغولة قربات وهي تلوحها. ديك الأرض ولات كلها ويدان، الما يدي الما. الغولة في الما سبحات وفي الويدان ما تهولات وبأعلى صوتها صرخات: نونجا يا نونجا، غدرتيني وبيدي ضربتيني والله فيك لا بقات. نونجا تخلعات ودقات قلبها تصارعات وفي العود زوقات: يا هاد العود افعوط الخطوة دير خطوات، راه الغولة قربات وفيا راها حلفات. خو نونجا اضرب في العود جوج ضربات، خطاوي العود سارعات ولا يدير في عوط الخطوة 10 الخطوات. المهم الغولة بقات موراهم كتجري وتقول شي ما جريتو. قربات ليهم. نونجا ما بقى ليها حتى شي حل وهي تغامر بالصغيرة الرابعة واللي ما بقات ليها غير هي. حلاتها ولحتها وهي تجي واحد الضبابة شي ما بقى يشوف شي. الغولة عاود بدات تعزم وتطلسم، وليني هاد المرة عزايمها ما شدات والضبابة ما مشات. الغولة عيات وعرفات باللي هاد المرة نونجا اللي غلبات. واخا هكاك الغولة مشاعرها تحركات وفيها نونجا بقات وعلى فراقها بكات. واحد اللحظة وهي الغولة تفكر وبدات كتعيط بأعلى صوتها: نونجا يا نونجا، سمعيني ننصحك واحد النصيحة. سمعتها نونجا وهي تقول لخوها: وقف نسمعو اش غادي تقول لينا. خوها ما تيقش
أو ما تقش في الغولة، وليني نونجا قنعاتو باش يسمعوا اش غتقول ليهم. وهو يوقف، وردات عليها قالت ليها شنو بغيتي يا امي الغولة، باش غتنصحيني؟ قالت ليها سمعيني مزيان، هاديك الطريقة اللي غاديين فيها راه فيها واحد الواد ملعون ماه صافي نقرا، عنداكو تشربوا منه. خولونجا قال لختو يلاه نمشيو، ما كنتيقش انا في الغوال. وكملوا طريقهم، بقاو غاديين حتى عياو، جاهم الجوع وعطشوا. وفي الطريق هو يبان ليهم واحد الواد ماه صافي بالله. خولونجا حبس وقال ليها يلا نشربوا حنا وهاد العود ونرتاحوا شويه، راه عيينا. قالت ليه نونجا على ما كيبان لي هذا هو الواد الملعون اللي قالت لينا عليه الغولة. المهم بدات كتحاول تقنع خوها باش ما يشربش منه، ولكن بدون جدوى. خولونجا صر وشرب من داك الواد، غير هو شرب منه وهو سرطو. بقات نوجا مسكينة كتغوت وكتعيط على خوها، حتى واحد ما كيجاوبها. جلسات في جنب داك الواد وبقات كتبكي حتى عشات العشوية، وهي تسمع واحد الصوت مرعب كيتكلم معاها. قال ليها إلا بغيتي نرد ليك خوك عطيني كاع دوك اللويزات اللي عندك في الخصيلات ديال شعرك. الونجة جاوباتو وهي كترعد خيفانة، قالت ليه نعطيك اللي بغيتي غارد لي يا خويا. وبدات كتسل في هادوك اللويزات وترمي في الواد حتى حيداتهم كاملين، وجلست كتسنى يولي ليها خوها. شويه وهي تسمع نفس الصوت كيتكلم معاها. قال ليها عندي ليك واحد الشرط، الا بغيتي نرد ليك خوك. قالت ليه شنو هو؟ قال ليها ما غنردوش ليك كيف ما كان، وحتى انتي ما غتبقايش هكا. نونجا تخلعات وفكرات، وليني ما بقى ليها حتى شي حل غير تقبل الا بغات تعاود تشوف خوها. تحدثت مع صاحب هذاك الصوت المرعب ووافقات، وهو يقول ليها غتهزي شويه ديال الماء وتغسلي بيه. داكشي اللي دارت، حفنات الحفنه الاولى دارتها على وجهها وهي تسيف، ولات حمامه بيضة ذات بهاء وجمال. وقالت لداك الصوت ها انا درت داكشي اللي قلتي لي، ورد لي يا خويا. قال ليها صبري شويه. واحد اللحظه وهو يتلح من داك الواد واحد السلوقي، وهو يقول ليها داك الصوت المرعب هذاك هو اخوك. ناط نونجا وهي حمامه حزات حدا هذاك السلوقي وقالت ليه واش بصح انت خويا؟ قال ليها انا هو اخوك اللي ما سمعتش لكلامك وشربت من هاد الواد. مهم واخا نونجا شافت بلي خوها ولا سلوقي وهي ولات حمامه فرحات، على الاقل رجع ليها. المهم قرروا يكملوا طريقهم. خو نونجا سلوقي غادي على رجليه ونونجا حمامه طايره فوقه. بقاو غاديين حتى وصلوا لواحد القصر كله انوار، وهما يجلسوا بجنبه كيرتاحوا.
إوا سيادنا، هنا غنحبسو. غدا إن شاء الله غادي نكمل لكم بقية الحكاية. دمتم أحبائي في أمان الله.